السلام عليكم. دايما بتسألونا ايه احسن كتكوت ابيض تسمين نربيه. مبدئيا كل سلالة وليها مميزاتها وعيوبها، فخلينا نمسك سلالة سلالة ونسيب لكم انتوا الحكم في الاخر. اول سلالة معانا كتكوت الكب. ده كتكوت بيتميز ان هو بيشيل لحم على الصدر اكتر من الفخذ، وده سلاح ذو حدين، لان احنا زي ما هناخد لحم في الصدر في نفس الوقت بيخليه عيب مش قادر يتحمل الحرارة، فمشاكله كتير في الصيف. كتكوت القب حسب كتالوج السلالات عند اليوم ال35 بيكون وزنه 2200 جرام، بمعامل تحويل 1.6. بس اللي اشتغل معانا بالبرنامج الأورجانيك عارف إن الوزن ده بنجيبه في اليوم ال30 أو أقل كمان. تاني نوع كتكوت الرص ده بقى عكس الكب، بيشيل لحم على الفخذ أكتر، فده بيخليه يقدر يتحمل الحرارة شوية عن الكب، وعند اليوم ال35 بيوصل وزنه ل2 كيلو و200 جرام برضو حسب كتالوج السلالات، بمعامل تحويل 1.5. ما تنساش تقولنا لما اشتغلت بالبرنامج الأورجانيك جبت الوزن ده عند اليوم الكام. كتكوت الهابرد بقى ده تالت نوع معانا. ده بيتميز ان هو اقل معدل تحويل فيهم، يعني اكتر واحد هيوفر معانا في العلف. عند اليوم ال35 بيوصل وزنه ل2 كيلو وربع حسب كتالوج السلالة، بمعامل تحويل 1.6. رابع كتكوت معانا هو كتكوت القربو، وده بيتميز بنمو جيد وسريع وجودة لحم الصدر، وعند اليوم ال35 بيكون وزنه 2278 جرام بمعامل تحويل 1.6. آخر كتكوت معانا هو كتكوت الاي ار أو الانديان ريفر. ده مارين، يعني ايه؟ يعني لحم جيد، مناعة كويسة، معدل تحويل متوسط، مناسب لكل الظروف، وعند اليوم ال35 بيوصل وزنه ل2296 جرام حسب كتالوج السلالة. عامة كل السلالات التجارية الحديثة حساسة جدا للبيئة اللي حواليها، كلهم محتاجين رعاية جيدة وعلف كويس، والبرنامج الأورجانيك كده كده عشان يدوك أعلى إنتاج بأقل معدل تحويل. لو عايز تربي كتكوت يوفر معاك في العلف، يبقى اختيارك الأول هو الهابرد أو الإربو أو الكب. أما لو عايز كتكوت يستحمل يبقى الروس. ما تنساش تقولنا انت بتحب تربي ايه وليه، وعرفنا الأوزان معاك كام بالبرنامج الأورجانيك. ولو عندك أي استفسار عن أي حاجة تخص الدواجن تقدر تتواصل معايا على الرقم ده. شكرا.